السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ابدأ كلامي بصلاتي على حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. يلا بينا بقى كده، لو محتارة ومش عارفة تعملي عشاء ايه للأولاد، تعالي يلا بينا نتشجع مع بعض ونعمل أحلى سندوتشات برجر مع بعض كده. يلا بينا نقول بسم الله ونصلي على رسول الله عشان ربنا يحسن ما بين ايدينا. ويلا بينا نبدأ باليمين عشان ربنا يجعلنا من أهل اليمين إن شاء الله. معانا طبعا ده كده عيش كويزر. طبعا العيش الكايزر ده عندنا بيتباع على الرغيف من ده ب2 جنيه بالسمسم. كان بيبقى فيه الاول صغير شويه عن ده وساده بجنيه. بس طبعا انا طلبت منه ان هو يعمل يعني يزوده شويه وخليه بالسمسم وبيبقى ب2 جنيه زي ده كده. بيكون اكبر شويه ويكون حلو نعرف نحشيه يعني. تمام. كده معانا بقى العيش الكايزر جاهز عشان نعمل بيه البرجر، ومعايا طبعا كده البرجر طبعا طلعته من الفريزر اللي كنا جايبينه في مشتريات الشهر. طلعت كده كام واحده على قدنا تفك. وقطعت طبعا كده معايا هنا جرجير، وفصصت كده كام فص من الخس. ومعانا طبعا كاتشب، والكاتشب طبعا كان عندي بقاله فترة وكده، فانا يعني سمعت ان هو في المقاطعة، فممكن ما نجيبوش تاني يعني، ان شاء الله نشوف حاجة بديل يعني. تمام. فقلت بقى اخلص منه الاول. ومعانا طماطم طبعا مقطعاها شرايح كده بالشكل ده، واي خضار عندك بقى. قطعت طماطم طرنشات، وقطعت بصل برضو طرنشات، وفلفل اخضر طرنشات، وخيار طرنشات. تمام. ولو عندي كان في كابوتشا وكان في اي حاجة تانية كنا ممكن نضيف ونحط، بس ده اللي كان موجود عندي. واسم الله دايما حبيب قلبي اللي منورني ومشرفني في كل فيديوهاتي، وماشيين ببركة ربنا ودعوة اهالينا لينا. ودوار الشمس الجميلة التحفة اللي تفتح النفس على التصوير دي دايما. ودي كانت مكونات وصفتنا النهاردة وعشان البسيط الخفيف ده. يلا بينا ندخل مع بعض عملي على طول، وندخل نشوف هنعمل ايه مع بعض. يلا بينا. طبعا هنا انا كنت مجهزة طاسة على النار فيها زيت. وطبعا الزيت ده كنت قاليه فيه قبل كده مره بتنجان او كده وشطه، فقلت اعمل فيه بقى الهمبرجر بقى واخلص منه. عشان طبعا انتوا عارفين الزيت يعني مره والتانية وخلاص بيبقى في التالتة خلاص بيغمق. فزي ما قلت لكم ان انا بعد ما بيغمق معايا بنبيعه، يعني الناس بيعملوا بيه صابون اسمر. تمام. هنا بقى معايا في الوقت دوت الزيت كان سخن، نزلت طبعا بقطع البرجر. عايزين نبقى نعمل بإذن الله طريقة عمل البرجر مع بعض بإذن الله في البيت، تكون أحلى وأطعم كمان من الجاهزة دي. تمام. ونكون ضامنين بقى ان احنا عاملين الحاجة بتاعتنا في البيت، واللحمة تكون ضامنينها يعني. فبإذن الله هجيب لحمة ونعملها مع بعض واعمل لكم طريقة البرجر بقى. يعني بصوا بقى، مش عايزة اوصف لكم هتبقى عاملة ازاي، بس سلموها لله بس كده وادعوا لي. وبإذن الله نعملها بإذن الله في البيت. وقت ما اجهزها هنعملها سوا. طلعت طبعا البرجر خلاص هنا معايا اتحمر اهو، طلعته على مناديل مطبخ كده يتصفى، وكملت بقى قليت الكميه كلها مع نفسي اهي بالشكل دوت، عشان وقت الفيديو ما يطولش عليكم. وهنا بقى الجاهزه معايا، فجبت بقى يلا سرفيز ومعايا المقص كده، ونبتدي بقى ان هنفتح الكايزر بتاعنا عشان نبتدي نحشي بقى الايه، السندوتشات بتاعتنا كده، ونشيك عليها ونخليها كده احلى من بتوع المحلات والمطاعم كمان. عشان طبعا معظم اولادنا بيحبوا الحاجات دي، يعني بيحبوا البرجر وبيحبوا الحاجات اللي هي الجاهزة من بره زي الكنتاكي والحاجات دي، فاحنا بنحاول ان احنا نعملها في البيت طبعا ليهم، عشان ما يحتاجوش ان هم يجيبوها من بره، وطبعا بتبقى في المقاطعة، واحنا دلوقتي مش حابين نجيب اي حاجة طبعا في المقاطعة. فهنحاول نعمل بقى الحاجات اللي هما بيحبوها هنا في البيت. وطبعا العشاء ده بيبقى محتاج حاجة خفيفة، فقلنا البرجر سندوتشات البرجر دي خفيفة وحلوة كده. وانا كان عندي طبعا المكونات والحاجة بتاعتي، فبعت محمد جاب لي العيش الكايزر دوت، وتعشينا وكانت احلى لقمة. الحمد لله وما شاء الله، وشبعنا وكلنا وانبسطنا الحمد لله. فيلا دلوقتي لو قاعدة كده مكسلة ومش عارفة تعشي ولادك ايه، قومي يلا هاتي شوية كايزر حلوين زي دول كده ب20 جنيه، مش غاليين قوي يعني ولا حاجة ولو عندك برجر عندك اي حاجة قومي اعمليها يلا، وشجعي ولادك كده ان هما ياكلوا يتعشوا معاكي يلا، وقومي كده اتشجعي معايا. هنا طبعا ابتديت بقى طبعا اضيف الاول كده في الارضية البرجر، وبعد كده بنزل عليها بالكاتشب. ولو عندك مايونيز مستردة اللي موجود عندك حطيه، بس انا ولادي مش بيحبوا المستردة ولا الانواع التانية دي، ما بيحبوا بس الكاتشب. المايونيز طعمه كده تحس ان هو يعني مش طعم قوي، بس الكاتشب بيبقى مزز وبيدينا طعم حلو قوي في البرجر. هحط على كل سندوتش كده كيس من الكاتشب بالشكل ده. وطبعا هسيب لهم شوية يبقوا ياكلوه برضو كده جنب السندوتشات لوحده يعني.
اللي احنا بنحبه يعني. فمش عارفة بقى ان شاء الله هجيب بديل الكاتشب ده يبقى نوع ايه، فاللي يعرف حاجة تانية بديل الكاتشب دوت اللي هو المقطع نوع تاني يكون مصري يعرفوني في الكومنتات بالله عليكم يعني، عشان احنا بنحبه يعني. تمام. ابتديت بقى طبعا ارص بقى كده المكونات بتاعتي اللي عندي. اهي حطيت الخس طبعا في الارضية الاول، وهضيف بقى بصل وهحط خيار. طبعا السندوتشات الاولانيه اللي انا بحشيها معاكم دي بتاعت حبيبه، عشان حبيبه بتحب اضيف لها بصل على السندوتشات. اما انا ومحمد فمش بنحب البصل. فاليوم ده كان ابو حبيبه طبعا نبطشيه في الشغل، فطبعا هو بيحب البصل برضو زي حبيبه، بس هو ما كانش متواجد معانا يعني، فاحنا عاملين السندوتشات دي على قد انا وولادي بس يعني. فقعدنا بقى كده اتسلينا بالليل وتعشينا بيها كده وروقت عليهم زي ما انتم شايفين معايا. فانا بعمل بقى سندوتشات الاولى دي الحبيبه من غير السندوتشات الاولى دي ببصل. تمام. هحشيهم بقى زي ما انتم شفتوا كده، واحط طرنشات بقى طماطم، واحط بقى طبعا جرجير، كل حاجه يعني. حبيبه ما شاء الله يعني بتحب الخضار والانواع اللي هي انا عاملاها دي. اما انا ومحمد فمش بنحب البصل في السندوتشات. فهنعمل بقى السندوتشات التانية بقى اللي هي معانا دلوقتي هتشوفوها دي، هعملها مع نفسي بقى عشان وقت الفيديو ما يطولش عليكم. انا حشيت بقى كام واحد كده معاكم اهو، عشان بس تشوفوا انا بعملها ازاي معاكم اهو. وما شاء الله بقى احلى سندوتشات برجر، احلى من بتاعة المحلات والمطاعم، ولا لا بقى ايه رأيكم؟ وبأقل تكليف والله. هنحشي بقى الباقي كده عشان هعمل لوالدتي برضو برجر وطماطم بس، عشان هي طبعا ملهاش سنين مش هتقدر تاكل الخس ولا الخيار ولا الفلفل والكلام ده. فهنعمل بقى ليا انا ومحمد بجميع الخضار الباقي، ووالدتي بس هعمل لها اللي هو برجر وطماطم بس عشان سنانها وكده. اهو شايفين بقى هنا دول بقى كده الاولين دول بتوعنا ومحمد، والاخر دول بتوع والدتي. وده كان الشكل النهائي للبرجر بتاعنا، وادي الليفت الجميل اللي احنا خليناه مع بعض، بجد طعمه رائع. جربوه عن تجربة بإذن الله يعجبكم. وده كان عشان النهاردة، يا رب يكون عجبكم وتجربوه بطريقة مملكة هيام كده. واشوفكم على خير ان شاء الله، وانتظروني في فيديو جديد واحلى فيديوهات الايام الجايه مع بعض. وربنا يديمكم نعمة في حياتي يا رب، يا احلى اخوات واحلى جمهورية في الدنيا كلها. وبشكر كل الناس الحلوة اللي بتدعمني، وكل الناس اللي بتكتب لي كومنت حلو من قلبها. ربنا يجعله في ميزان حسناتكم ويسعد قلوبكم زي ما بتسعدوني بالكلام الطيب الحلو الجميل. وبس كده يا جمهورية، ده كان الفيديو البسيط الخفيف النهاردة، وتفضلوا معانا بقى يا أحلى جمهورية، ومع السلامة.